السلام عليكم أحبائي الكرام، ومرحبا بكم في قناة المعلومة، وشكرا لكم لدعمكم ومساندتكم لهذه القناة. أولا أحبابي، سنقوم بإنشاء الجيميل قصد إنشاء قناة على اليوتيوب. نعم أحبائي، سنبدأ بإنشاء الجيميل، ثم سأرافقكم إلى أن نقوم برفع أول فيديو لنا على قناة اليوتيوب. نعم، تابعونا إخواننا، ولا تنسوا دعمنا والاشتراك في القناة تفعيل الجرس، وكذلك لايك للفيديو، وشكرا لكم. نبدأ بالخطوة الأولى، وهي إنشاء الجيميل الخاص بنا لإنشاء القناة على اليوتيوب. كما وعدناكم سنبدأ هذه السلسلة نزولا لمطالب أصدقائنا وأحبابنا المتتبعين في قناتنا. نقوم بالضغط على أيقونة الجيميل هكذا، ثم ندخل إلى الجيميل لإضافة حساب جوجل. نقوم بالدخول هكذا بالنقر على أيقونة الجيميل، ثم نذهب إلى هنا، إلى تلك الأشرطة أو النقاط الثلاث على يمين الشاشة فوق هكذا، ثم نقوم بالضغط على السهم، ثم نقوم بإضافة الحساب، النصر على إضافة حساب. نعم، إضافة حساب هكذا، سنقوم بالنصر على إضافة حساب، ثم الضغط على جوجل هكذا، ثم ننتظر للتحقق من المعلومات أو الأوامر. هكذا سنقوم بإضافة أو إنشاء حساب جوجل. نعم، هكذا سننشئ حساب، سنضغط على نفسي، لا نضغط إدارة نشاط تجاري، سنقوم بالضغط على إنشاء حساب لنفسي، وهنا سنقوم بإدخال الاسم الأول، وهذا الاسم اختياري حسب رغبتك وتطلعك على الأسماء الموجودة. تاب إلى اسم العائلة، ثم نقوم بإدخال اسم العائلة هكذا. نعم، كويت، نحط هكذا، ثم نضغط على التالي. نعم، ثم ندخل تاريخ الازدياد، نبدأ باليوم والشهر ثم العام. قوم بإدخال الشهر، إنه ضغط 12. نعم، الشهر تموز يوليو. نعم، ثم العام، عام 1990. نعم، ثم نختار الجنس هكذا، الجنس ذكر. نعم، ثم التالي. الآن مرجو الاحتفاظ بهذا الجيميل والاحتفاظ بكلمة المرور. دون هذا على النوت بوك الخاص بك. نعم، ثم نختار أحد الجيميل المقترحة، أحد أسماء جيميل المقترحة من شركة جيميل، أو نقوم بإنشاء عنوان جيميل، إنشاء عنوان جامع جيميل خاص بنا في حالة لم يعجبني هذا المقترح علينا. ثم نقوم هنا، نعم، نضغط على إنشاء لنجرب. نعم، إنشاء جيميل، نقوم بإضافة اسم. نعم، نعم، أنا اخترت هكذا، سنجرب. نعم، تم. ثم ننشئ كلمة مرور، وينصح أن تكون هذه الكلمة كلمة قوية جدا باستخدام مزيج من الأحرف والأرقام والرموز. نعم، أنا أفضل أن أستخدم رقم هاتفي، ثم أضيف عليه بعض الحروف الكبيرة والصغيرة، ثم بعد الرموز ليصبح قويا جدا، ثم أدونه في مدونتي الخاصة أو دفتر الخاص ب دفتر التدوينات أو مذكرة التدوينات الاحتفاظ به بعيدا عن أنظار بين قوسين.
ثم قم بإدخال. هنا قمت بإعادة رقم الهاتف. نعم، رقم الحساب. ثم هنا سأنتظر لإضافة الكود الذي سيأتي على شكل رسالة نصية في الرقم الهاتف الذي سأقوم بإدخاله هنا. ويستنصح أو ينصح أن يكون الرقم هذا رقم شغال. نعم، لتأتينا رسالة نصية مفادها إدخال كود خاص لتفعيل الحساب. نعم، ويقضي كما تقضي سياسة جوجل بأن رقم هاتف واحد أو الرقم الهاتف الوحيد يقضي باستخدام مرتين لإنشاء حساب جوجل فقط. إذا لا تتعجل في إدخال رقمك لإنشاء حسابات جوجل كثيرة لكي لا تضطر لشراء بيس جديد. وهنا سننتظر الرسالة. نعم، قد وصلتني الرسالة النصية. نعم، ها هو الكود الخاص. نعم، هذا رمز تحقق المكون من 6 أرقام. نعم، يؤكد على استلامي للرسالة النصية. هنا الرقم، ثم نضغط على التالي، ثم هذا هو الجيميل الخاص بي التالي. نعم، ثم أوافق على سياسة الخصوصية الخاصة بجوجل، ثم نقوم هنا بالانتظار قليلا حتى يتم تفعيل الجيميل بفتحه مباشرة بعد إنشائه. نعم، هنا سننتظر. جري الحصول على رسائلك. نعم، سننتظر قليلا. هذا هو الحساب الذي قمت الآن بإنشائه. نعم، جلال كوير جلال أنفو 3@gmail.com. إلى هنا إخواني الكرام تنتهي حلقتنا اليوم لهذا اليوم، أو الخطوة الأولى الخاصة بإنشاء حساب جوجل الذي سيتم على إثر إنشاء قناة اليوتيوب. وهذه الخطوة الأولى، ثم ننتقل إلى الخطوة الثانية إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في قناتنا. دعما منكم وشكرا لكم على دعمكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة أو الفيديو التالي الذي سيقضي بإنشاء القناة وتفعيلها كذلك مباشرة من خلال جوجل والرقم هاتفنا. شكرا لكم إخواني، وشكرا لكم أعزائي الكرام، وإلى اللقاء.